جايين كضياف وعندك غير الدجاج في الفريغو وما عرفتيش من طريقة ديري لهذا الدجاج هذا. تبعي معايا المراحل لاخر الفيديو، غادي يعجبك الفيديو بزاف. الطاجين ديال النهار الكبير، جاوني الضياف على غفلة وقلت علاش لا يعني ما نشاركش معكم هذا الطاجين هذا. كيف كتشوفوا الطاجين كبير ودرت فيه فرخ كامل ديال الدجاج. تبعوا معايا لاخر الفيديو، غادي يعجبكم الفيديو. اللي مازال مشتركاش في القناه مرحبا بك، اشتركي في القناه وما تبخليش عليا باللايك ديالك الا كتشوفي انني كنستحق التشجيع. وشكرا ليك. هنا كتشوفوا معايا خديت الطاجين، درت الطبقه ديال البصله دوائر، وغادي ندير الكميه اللي عندي ديال اللحم على حسب عدد الافراد. انا هنا درت الطاجين الكبير لحقاش كيف قلت لكم الضياف، والا رديتوا البال راه الدجاج باقي ما طلقش، باقي جبته من الفريغو باقي مثلج. صافي هنا غادي ندير العطريه فيها البزار، السكنجبير، الخرقوم، المروزيه والقرفه، بطبيعه الحال شويه ديال الملحه. بالنسبه لهاد المكونات، هاد التوابل هادو راه ضروري من القرفه والمروزيه. اللي ما عندهاش القرفه والمروزيه هاد الطاجين اختي بلا ما ديريه. هاد التوابل راه هما اللي كيميزوا هاد الطاجين هذا، وكيميزوه يعني على باقي الطاجين الاخر العادي. المهم كيف قلت لكم نعاود معكم المكونات: البزار، الشكنجبير، الخرقوم، المروزيه والقرفه والملحه على حسب الطاجين واش كبير ولا صغير. صافي هنا خديت 4 ديال الدروسه ديال الثومه حكيتهم، وغادي نحاول انني نوزع ديك الثومه على الجوانب كامله ديال الطاجين، لحقاش الطاجين ما غادي نقليه، ما غنشحر داك اللحم ما والو، غيبقى الطاجين حتى غادي يتحط كما هو. وغادي ندير شويه ديال الربيع من الفوق يكون مقطع رقيق، ما نكتروش بزاف الربيع، غير شويه راه كيف كتشوفوا في الفيديو راه واضح. غادي نزيد البصله، نغطي على داك اللحم بالبصله تكون مقطعه دوائر. هاد الطاجين هذا راه تقريبا هز ليا شي كيلو ونص ديال البصله، لحقاش الطاجين كبير، واخا ما واخدش حقه في التصوير يعني، لا ما بينش واش كبير بزاف، ولكن راه هذا اكبر طاجين تقريبا، كبير بزاف لدرجه راه الكاميرا ما شداش من الجوانب، ماشي بحال دوك الطويجنات اللي كندير العاديين. هذا راه الطاجين كبير. درت فيه كيلو ونص ديال البصله في فرخ واحد ديال الدجاج. المهم راه درت فرخ كامل. صافي غادي ندير ديك البصله كامله من الفوق، وغادي ندير شويه ديال الربيع من الفوق، من فوق ديك البصله، غير باش ما تبقاش هكا بيضه وما فيها لا هذا ولا والو. بالنسبه لدوك التوابل ديال العطريه ديال قبيله، كيف كتشوفوا راه درت النص فوق اللحم مباشره، والنص الاخر خليته تنضيفو مع من هنايا هكا زعما فوق البصله، باش ما تجيناش البصله ما فيها ما منسماش يعني بدوك التوابل. خليت النص نديرو من الفوق ديال من فوق الطاجين. هنا درت معلقه ديال السكر سنيده، اللي ما عندهاش دير، اللي ما عندهاش العسل كدير سكر سنيده. المهم الطاجين هذا ضروري من هاد المعلقه ديال سنيده. غادي ندير معلقه كبيره ديال السمن الحار، وغادي ندير الزيت، زيت المائده وزيت الزيتون، خلط من بين هادي وهادي. اللي بغات دير غير يعني نوع واحد من الزيت دير، راه يعني كيتواتى مع الزيت النباتيه بوحديتها ولا مع زيت الزيتون كيجي زوين. صافي هنا زدت شويه ديال القرفه، جاتني بحال قليله شويه، والبصله كثيره والعطريه بحال قليله واحد شويه. صافي هنا غادي ندير واحد الكاس ديال الماء، كاس ديال العنبه ديال الماء اللي درت، ولكن الطاجين راه كبير لحقاش البصله باقي غادي تطلق ليا الماء. وغادي نديرو يطيب على بوطه مهيله. ضروري من هاد الخطوه هادي تركزوا عليها، ان الطاجين ما تيبغيش ديري عليه البوطه، تجهدي البوطه عليه. ضروري ديريه يطيب على بوطه مهيله باش تجيك النتيجه زوينه. من بعد ما كيطيب الطاجين نص طيبه تقريبا، كنضيف شويه ديال الزبيب يكون منقي ومغسول، كنضيفه من الفوق كيف كتشوفوا كيجي طاجين معلك. نتمنى انكم تجربوه، كيجي زوين صراحه، ما شبعوش منه الناس، كلشي كيشكر. نتمنى انكم تجربوه، غادي ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم الا كتشوفوا انني كنستاهل. ونتلاقاو فيديو جديد. بسلام عليكم.